حبيبي أنا لما حبيتك كنت عايزاك أنت، لا كنت عايزة منصب ولا سياسة ولا جاه، ولحد دلوقتي بحبك وعايزاك ومؤمنة بيك، بس مؤمنة أكتر بالله سبحانه وتعالى بالقدر وبالنصيب. أنا مش عايزة حاجة غير حنيتك وخوفك عليا وإحساسك بيا. سيبيني يا نور. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صدق الله العظيم. الدنيا ما بتديش كل حاجة. تعالى يا حبيبي، انت لازم تنام وتستريح. تعالى. صباح الفل يا بابا. حضرتك صحيت؟ صباح النور يا حبيبتي، صحيت واتوضيت ونازل اصلي الفجر. طب بقول لحضرتك ايه، اعمل لك الشاي دلوقتي ولا لما ترجع؟ لا لما ارجع بقى. بابا ثانيه واحده، حط العبايه على كتافك عشان بيبقى فيه لسعه برد الصبح كده. تحت امرك. لو ان ابوك يعني لسه شباب. ها طبعا يا حبيبي، حبك شباب على طول على راي الست سومه. ايه ده؟ مين اللي جه دلوقتي؟ افتحي، يمكن حد من الجيران تعبان ولا حاجه. روحي. ايوه مين؟ عليا احمد، عليا عليا احمد، الشكر يا رب. يا عليا. وحشتيني يا أمي، وحشتيني يا ست الحبايب. حبيبتي يا ماما، طب واللي اسمها نانا دي مسكوها ولا لسه؟ اختفت يا حبيبتي. ممكن كمان نانا ده يبقى اسمه وهمي، وجايز كمان تكون سافرت بره مصر. وماما هتفضل محبوسه كده؟ هي خدت 4 ايام وبعدين 15. ربنا يسهل يا رب وتخرج بعديهم. انا عايزه اشوفها. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اذن هتشوفيها. بس انت بقى يا ريت تروحي دلوقتي وتغيري هدومك عشان ما تشوفكيش بالشكل ده. متهمة بره يا فندم، خليها تدخل. تمام سعادتك. ياسمين وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني يا ماما. انت عامله ايه؟ المهم انت. أنا الحمد لله كويسة. وحشتينك ليه؟ وأنت كمان يا محمود وحشتني. معلش، شده وتسود ان شاء الله. طب هسيبكم مع بعض شوية. يا ريت تاخدني معاك ساعه العقيد، اكيد وحشين بعض. اتفضل. تعالي يا ياسمين. عملوا فيكي ايه يا حبيبتي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، اطمني. زي كل البنات والولاد اللي كانوا معايا، بس كانت تجربه مهمه قوي يا ماما، لازم احكيها لك اول ما تخرجي بالسلامه. عارفه اهم حاجه فيها ايه؟ علمتني اكون اقوى من اول 100 مره. أنا كنت عاوزة أقول لك الكلام ده يا ياسمين. أنا ماليش غيرك في الدنيا، وأديكي شايفة النصايب كلها بتيجي من كل ناحية، وإحنا كنا فاكرين إن إحنا عايشين في أمان. أنا مش عايزة أي موقف مهما كان صعب يتغلب عليكي. أنت فاهماني؟ فاهمه حبيبتي. كيلو اللحمة بقى داخل على 74 قرش. هيزيد كمان يا باشا لو دخلنا الحرب. واحنا لو جبناه من السودان هيتكلف بشحنه 56 قرش. طب ما نجيبه من اوروبا؟ هو من اوروبا طبعا صحيا هيبقى احسن، بس تكلفته هتبقى اعلى. صحة يا باشا، ده الشعب معدته تهدم الزلط. طب روح انت وهو على مزرعة دمنهور وتعالوا بالليل ادولي تقرير. تمام يا مرياسة. مع السلامة. مالك يا مسعد مكلفت نفسك قوي كده؟ لا ابدا، بس انا داخل عليا دور برد يا محمد. برد؟ طب ابعد عني لا تعديني. اخبار نسيبك ايه؟ اهو لايص. حتة قلم مش هيفوق منه ابدا. بس انا هتجنن يا بيه، ازاي خطرت في دماغك الفكرة دي؟ دي فكرة صعبة قوي. مفيش حاجة تصعب على حسين الدهشان. لقيت صوره كل يوم نازلة في الجرايد وكل يوم بيعلى ويلم الكراسي في جيبه. وقلت الواد ده لو حط الموضوع ده في دماغه محدش هيقف قصاده. رحت جايب البت نعمات نانا هانم،
بنت نظيفة وملهاش ملف في الآداب، خليتها تروح محل الهانم خطيبته وتبتدي تعمل المكالمات من هناك. مفيش حاجة تصعب على حسين الدهشان. لقيت صوره كل يوم نازلة في الجرايد وكل يوم بيعلى ويلم الكراسي في جيبه. وقلت الواد ده لو حط الموضوع ده في دماغه محدش هيقف قصاده. رحت جايب البت نعمان، نانا هانم، بنت نظيفة وملهاش ملف في الآداب، خليتها تروح محل الهانم خطيبته وتبتدي تعمل المكالمات من هناك. ايه رايك يا محمود بيه؟ مش عارف اشكرك ازاي يا مسعد. لا تعرف انت ما تعملش حاجه لوجه الله ابدا. انت دايما ظالمنا يا محمود بيه. ظلمك؟ انا اللي ظلمك برضه يا مسعد. ها بجد ما نعدمهاش. انما انت خبيت الكاسيت فين يا مسعد؟ في جيب البلطو. يا ابن النصابه. تلميذك يا باشا. مسعد احنا هنلبخ ولا ايه؟ انا اسف يا محمود بيه، معلش ما كانش قصدي. طب اتكل انت على الله يلا. مش هوصيك بقى. ما تبقاش جبان، قلت لك مش هجيب سيرتك في الموضوع من اصله يا مسعد. يا باشا انا صوتي في الريكوردر. هتصرف. وبعدين انت عارف ما اقدرش اضحي بيك عشان ما اقدرش استغنى عنك ابدا. ربنا يديم المعروف يا باشا. ربنا ياخدك يا اخي. هو شريط دليل إدانة واضح لحسين الدهشان، لكن في القضية بتاعتنا دي ما يفيدش بحاجة. ازاي بقى؟ ده فضح روحه وحاكي عن علاقته بنعمات دي ولا نانا، وازاي حط الخطة، وازاي بعت نانا دي لمحل كلي، وازاي ما فيتش. كل ده كويس، لكن المحكمة ما تاخدش بتسجيل الشريط ده إلا إذا كان في إذن من النيابة بالتسجيل، لكن تسجيل الأشخاص بعضهم لبعض ملهوش قوة قانونية. معقولة الكلام ده؟ افرض محامي حسين الدهشان ادعى إن التسجيل ده حصل تحت الإكراه وإن استخدمت القوة ضد موكله، إيه اللي يثبت العكس؟ إيه اللي يثبت العكس؟ نبرات صوته، طريقته في الكلام، ضحكته، كل ده بيقول إن سجل برضاه. ده كلام أنت تقوله، لكن القانون ما يقولهوش وما يقنعش هيئة المحكمة. طب والحل إيه؟ أنا عايزك تطمن، القضية ماشية في صالحنا وصالح مدام كليو، لأن المتهمة الرئيسية في القضية اللي هي اسمها نانا ما اتقبضش عليها والمباحث مش عارفة توصل لها. والحاجة التانية إن صوت مدام كليو نفسه مش موجود على الشرايط اللي متسجلة بإذن من النيابة. أنا عايزك تطمن، الأمور هتبقى عالي العالي إن شاء الله. يا رب. هذا وقد أمرنا نحن وكيل النائب العام إخلاء سبيل المتهمة كليو توسكانيني من سرايا النيابة ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى، وذلك في ساعته وتاريخه. بكرة الساعة 8 بالليل هنكتب كتابنا. خليها الاسبوع الجاي يا محمود. بكرة يعني بكرة. انا اصلي تعبانه قوي وعايزه وقت عشان اجهز. ياسمين. نعم يا انكل. قولي لامك تسمع الكلام. اول ما تبقي مراتي كل الفيران هتخش الشقوق. والفضيحه يا محمود؟ فضيحة ايه؟ كل الناس عارفة انها مش حقيقية. الفضيحه بقت الحاجه الوحيده الحقيقيه. جرايه يا ماما، انت اللي دايما تقولي لي خليكي قويه خليكي قويه، هي فين القوه دي؟ انكل محمود معاه حق، حبكم اقوى من اي حاجه. يسلم بقك يا ياسمين، يسلم بقك حبيبي. انا هسيبك تستريحي دلوقتي شويه. بكره هعدي عليكي بالليل عشان نكتب كتابنا. اوكي؟ سلام. سلام يا ياسمين. باي يا باي يا حبيبي. ادعي لي يا حاج. ربنا يوفقك يا ابني. الله يخليك لنا يا حاج. الف مبروك يا ابي. عقبالك يا فاطمه. يا رب يا رب كده ان شاء الله. يعني شفت بنات اليومين دول؟ يلا يا امين، يلا يا امين عشان اتاخرنا. انا جاهز يا محمود بيه. يلا يا امين. يلا يلا يا ابو مصطفى. رايح فين يا محمود بيه؟ مدام كليو. مدام كليو سافرت مع بنتها وسابت لسعادتك الجواب ده. سافرت؟
عندما تقرأ هذا الخطاب